بقالنا كتير ما جربناش مكان بيقدم مطبخ مصري حلو، فقلنا نروح ام عبده، واللي جربته مرتين قبل كده، فتعالوا اقول لكم على كام ايتم جامدين قوي عندهم. لازم نبتدي بالمحشي، وده طبق في ورق عنب بتنجان وفلفل وكوسه، وطبق على جنب كرنب، الطبق نازل سخن مولع، الرز اللي جوه المحشي مخدوم جدا والتبل حلو قوي. اجمد طاجن عندهم بقى وهو باميه باللحمه، جربته الاول مع الرز طعمه تحفه، واللحمه دايبه كمان، فكان لازم اجربه مع عيش البلدي، زودت شويه ليمون، حاجه جميله قوي. طبق المشويات ده برضو لذيذ جدا، في كباب وكفته وشيش، الشيش تتبيلته مختلفه، نزل سخن مع طحينه يبقى احلى واحلى كمان. اما الكفته كان طعمها حلو، اللحمه نظيفه مع العيش وطحينه، طحينه سبايسي شويه، ومية مية قوي كده. عندهم في المنيو ايتمز تانية زي الجلاش ورز بسمتي والحمام برضو. ما تنسوش برضو على جنب تجيب بابا غنوج طعمه حلو قوي. اوفر اول المكان كان لذيذ جدا، والقعده هناك تقربك اكتر للاكل المصري الجميل ده.